السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقدم لكم وصفة جديدة، فيديو جديد على قناتي، قناة احلى اكلة مع بسمة. اتمنى انها تعجبكم. النهارده عاملين بقى مربى البلح الاسود، مربى جميلة جدا ومغذية جدا للكبار وللصغار. البلح الاسود ده يعتبر من انواع التمور او من انواع التمر اللي اكتر الناس بتحبها يعني وكده. بصوا قد ايه هي جميله، بصي بتتفرد معاكي ازاي. انا جبت حته عيش قلت افردها معاكي، بصي قد ايه جميله ولونها تحفه ومغذيه جدا جدا جدا. انا عايزه اقولك ان التمر ده لازم يبقى موجود عندك طول السنه مش في رمضان بس. فالبلح الاسود ده بيخش في مشتقات التمر يعني، تبع انواع التمور. ومن اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: بيت لا فيه تمر جياع اهله، بيت لا فيه تمر جياع اهله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايزه اقولك ان التمر لازم يبقى موجود عندنا طول السنه، لان بجد اي بيت ما فيهوش تمر بيبقى فقير. لان التمر ده مناعه، وقايه من الحسد، وقايه من حاجات كتير جدا، من امراض كتير جدا. يعني اللي بيخاف على نفسه من السحر او من الحسد او من الحاجات دي، يعني الرسول وصى ان كل يوم ياكل 7 تمرات علشان يحافظ على نفسه من السحر ومن الحسد، واساسا وقاية كمان لجسمك، وقاية لاطفالك، وقاية ليك. حاجة جميلة جدا. فيا جماعة بجد النصيحة من اختكم: حاولوا يبقى عندكم تمر دايما في البيت، دايما يبقى في مفيش تمر فيه عجوة. تمام، يعني مفيش تمر في ايام كده مبقاش فيه التمر موجود، في عجوة في السوق. العجوة بتتباع تقريبا على طول، ما بتتقطعش من السوق. النهارده بقى ندخل مع الفيديو ونشوف احنا عملنا المربى الجميلة دي ازاي، مربى البلح الاسود. طبعا البلح الاسود متوفر اليومين دول في السوق، فاتمنى ان انتوا تجيبوه وتجربوه، لان هي فعلا من المربات او من انواع المربى الجميلة جدا جدا جدا. اولا سعراتها قليلة مش عالية، لان احنا مش بنحط سكر كتير. يعني المربى الوحيدة تقريبا اللي ما بيتحطلهاش كمية السكر كتير، يعني سكرها بيبقى قليل جدا. يعني لو حد ممكن مريض سكر او مريض يعني او ممنوع عنه السكريات، اي تقريبا في ناس كتير جدا ممنوع عنها السكريات، ممكن تاكل منه ان شاء الله بكمية قليلة، لان السكر بتاعه تقريبا طبيعي 100%. مش 100%، احنا مزودين سكر قليل جدا، على عكس اي مربى، اي مربى انت بتعمليها من المربات اللي هي محببة لقلبي جدا في ريحتها وطعمها وقوامها. يعني والبلح ده كمان ممكن تعمليه عجوة، بيبقى جميل جدا جدا. بتعمليه عجوة ويخزنيه، وكل ما تطلعي تعمليه مخبوزات، تعمليه في فطاير او في قرص او حاجات من دي، بيبقى تحفة وجميل جدا. ومش هتخيريه عن العجوة اللي انت بتجيبيها من بره، ومتهيألي هيبقى حاجة انضف عن العجوة اللي احنا بنجيبوها، كمان بتبقى مخلية من البذر. يعني لان بيبقى فيه من المعجنات عجوة مخصوصة كده للمعجنات بنجيبوها جاهزة خالية من البذر. باجي اجي بيها او اجي احطها في المخبوزات اللي هي تسود كده. لا، انت لما تعملي دوت وتحطيه في المعجنات هتلاقي الطعم جميل جدا وحلو جدا لما تعملي عجوه. انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، ويلا مع بعض نخش ونشوف تفاصيل الفيديو. واتمنى ان الفيديو يعجبكم بجد، لان المربى دي بجد من احب المربات لقلبي، من احب المربات كطعم ككل حاجه، جميله جدا. يلا مع بعض على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مكوناتنا ومقاديرنا وطريقتنا معمولة ازاي. انا بعتذر اني طولت معاكم المقدمة، بس بجد احنا عايزين فيديو كامل عشان نتكلم عن فوائد التمر والبلح الاسود والبلح بشكل عام يعني. يلا بقى مع بعض نقول مقاديرنا. ومقاديرنا عبارة عن كيلو واحد بلح اسود، انا خليت منه النوى وقشرته كويس جدا. ومعايا معلقة كبيرة او معلقتين كبار سمسم وزبيب. الزبيب اختياري لو انت حباه يعني. ومعايا ملح، يعني ترتوفة ملح صغيرة، وعود قرفة، وقرنفل، قرنفل اللي هو المسمار. بالنسبة بقى للسكر انا حاطة يعني كوباية كده الا ربع سكر. لو البلح بعد ما تفصصيه بقى كيلو بالظبط معاكي، حطي كوباية كاملة. يعني لو انت عاملة كيلو بلح صافي متقشر صافي، حطي كوباية كاملة.
لكن انا بعد التقشير حسيت ان هو بقى اقل من كيلو بكتير، فانا نقصت السكر. والسكر حط قديه ميه، حط قد السكر ميه على النار بقى كده في حله. هجيب الميه، احط عليهم السكر، واحط عود القرفه، واحط القرنفل، يغلي بقى مع بعض غلوه كده لغايه لما السكر يدوب كويس، اتاكد ان السكر داب. انزل بالبلح. البلح مش محتاج ان انت تبيتيه يوم في الميه او على السكر، وترش عليه سكر زي اي مربى، لان كده كده البلح ما فيهوش سوائل كتير. ان البلح كده كده السوائل بتاعته قليله جدا. يعني اي مربى عاديه انت لما تيجي تعمليها بنبيتها قبليها بيوم في السكر، من بالليل مثلا نحط رش عليه السكر بتاعها ونبيت، بتنزل السوائل اللي فيها. انت لو عملتي كده تلاقي البلح مش هينزل سوائل، وحتى لو نزل تبقى كميه قليله جدا. فاحنا بنحط بنحط كوبايه الميه دي عشان خاطر تبقى دي السوائل بتاعته ان هو يستوي فيها. بصي بقى اول ما هيغلي معاكي هيعمل رغاوي كتير كده، عامل شبه التمر كده. اما بتيجي تسيحيه على النار عشان تحط عليه بيض او تسيحيه بسمنه او بلبن، بيعمل الرغاوي دي. ده طبيعي جدا. الرغاوي اللي في الاول ديت ده مش ريم، لا دي الرغاوي دي بتاعت التمر، ده طبيعي. هسيبه بقى يغلي كده. انا عايزه اقولك ان هو مش هيطلع ريم تقريبا، يعني بصي الريم بتاعه قليل جدا. هسيبه يغلي كده، هيقعد على النار تقريبا نص ساعه مع نار هاديه كده. هيقعد معايا نص ساعه، واول ما يدخل معايا بقى في السوا بالشكل ده، هقعد اهرسه كده بالمعلقه عشان يبقى معايا زي كريمي كده، مش عايزاه يبقى محتحت جامد، يبقى معايا كريمي شويه. لو انت عايزه بقى الحبايه بحبايتها او البلحيه تبقى براحتها، يعني ممكن تقللي في الوقت عن كده وتطلعي شكل الحبايه زي ما هي، يعني شكل البلحيه تطلعي زي ما هي. بعد ما يدخل بقى معايا في السوا واتاكد ان هو شرب بقى كل السوائل بتاعته، اروح جايه منزله بقى قبل ما اطفي عليه ب5 دقايق بالظبط، هنزل الزبيب وهنزل السمسم فيه بالراحه كده. هنزله واديه تقليبه واقعده 5 دقايق كده على النار. بعد كده اطفي عليه واحط طبعا عصرة الليمون، عشان طبعا عصرة الليمون دي في الاخر لازم اعملها علشان دي المادة الحافظة بتاعته. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم النهاردة. اتمنى ان انت تجربيها لو انت ما جربتهاش قبل كده. اتمنى ان انت تجربيها، واوعدك انك هتعمليها دايما، وهتستني امتى البلح ده ينزل السوق عشان نعمل مربى زي كده. وانتظروني في فيديوهات قادمة كتير. انا بتشجع بيكم بجد، انتوا اجدع اخوات بتشجعوني. ربنا يبارك لكم يا رب، ويديكم الصحة، ويجمعنا دايما في الخير كده، ويبارك لنا في بعض. احلى اسرة واحلى عيلة. أم، انا عايزه اقولك بقى في النهايه كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم. ومتنسونيش لو انتي اول مره تتفرجي عليا سبسكرايب لقناتي، قناه احلى اكله مع بسمه. ومتنسيش في اللايك، وتكتبي في الكومنت هل جربتي المربى دي وعجبتك ولا مجربتهاش. في الاخر وليس اخرا ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.